يا مساء الجمال. حكايتنا بدأت سنة 1929 بعد الحرب العالمية التانية. انهار الاقتصاد في العالم وانتشرت المجاعات لحد ما قرر دكتور ريتل ومراته دوري انهم يعملوا تجربة، وهي انهم يعيشوا في جزيرة معزولة لوحدهم عشان يكتشفوا حقيقة طبيعة الانسان وطريقة ينقذوا بيها البشرية من نفسها. وكل كام شهر بيبعت دكتور ريتل رسالة عن حياته للعالم عن طريق السفن اللي بتعدي على الجزيرة، وازاي بقى بياكل اللي بيزرعه وعايش سلطان زمانه. والكلام ده كان بينتشر في كل الجرايد في العالم لحد ما في واحد اسمه هاينز اتهف في عقله واخد مراته مارجريت وابنهم هاري وراحوا هما كمان يعيشوا في الجزيرة دي بعيد بقى عن الدوشة والفواتير والتلوث، ويبدأوا هناك حياة جديدة. واول ما وصلوا كانوا مفكرين دكتور ريتل هياخدهم بالاحضان، لكن اللي حصل انه وداهم كهف في اخر الجزيرة وقال لهم ان ده المكان اللي هيعيشوا فيه على اساس انهم يزهقوا من قلة المية والاكل ويسيبوا الجزيرة. وبالفعل عيلة هاينز شافوا اللي محدش شافه، ناموس بقى وكلاب ضالة وقلة مية، لكن هم كانوا مصممين يكملوا ويبنوا بيتهم في الجزيرة. وفي ظرف كام اسبوع بنوا بيت وزرعوا حديقة. في الوقت ده في ست مغرورة اسمها البارونة لويز وصلت الجزيرة مع 3 رجالة، وكانت بتحلم انها تبني فندق على الجزيرة دي وتسميه هسيندا زي هسيندا بتاعت الاغنياء اللي في الساحل. والغريبة انها كانت فاكرة نفسها تقدر تسيطر على اي راجل بجمالها. واول ما وصلت الجزيرة راحت لدكتور ريتل وكانت مفكراه برضو انها هيستقبلها بترحيب ملك، لكن زحلقها وقال لها لو عايزة تعيشي هنا يبقى تروحي تقعدي جنب عيلة هاينز، على اساس ان الاتنين يقعوا في بعض ويمشوا من الجزيرة ويسيبوه في حاله. والصبح مارجريت صحيت على صوت البارونة وهي بتاخد شاور هي واصحابها في بير المية اللي طالع عينها هي وجوزها لحد ما حفروه وكأنهم في بيت ابوهم. فقالت لها بتعملي ايه يا وليه انتي؟ فالبارونة شرحت لها انها جاية الجزيرة عشان تبني فندق ومنتجع على البحر، بس هي محتاجة تقعد جنب بيتهم كام يوم لحد ما روجي المهندس بتاعها يخلص بنا الفندق. فعيلة هاينز ملقوش حل غير انهم يقبلوا بالجيرة المنيلة دي. وتاني يوم البارونة بدأت توقع بين هاينز ودكتور ريتل وتقول له انه عايز يطردنا احنا الاتنين بره الجزيرة عشان يرجع يعيش لوحده، لكنه ما اهتمش وكمل بنا البيت بتاعه هو ومارجريت مراته اللي في الوقت ده كانت حامل، والدنيا كانت ماشية معاه تمام على الاخر، على عكس دكتور ريتل اللي الخنازير البرية اكلت المحصول بتاعه. وكمان البارونة فضلت هي والرجال اللي معاها مقضيينها سهر وشرب لحد ما الاكل بتاعهم خلص، وكمان ما بنوش ولا طوبة في الاوتيل بتاعهم، والوحيد اللي كان عنده اكل كفاية من الزرع والصيد هو هاينز. فالبارونة استغلت ان مارجريت لوحدها في البيت وابنها وجوزها في رحلة صيد، وخلت 2 من رجالتها يسرقوا الاكل اللي هاينز مخزنه. ساعتها مارجريت جالها الطلق، والنصيبة ان الكلاب البرية استفردت بيها وكانت عايزة تاكل البيبي اول ما ينزل، وبدل ما رجالة البارونة يساعدوها عملوا نفسهم مش شايفين حاجة وراحوا يودوا الاكل اللي سرقوه للست هانم. واول ما البيبي نزل الكلاب البرية كانت هتاخده. وقتها هاينز وابنه وصلوا وفضلوا يضربوا نار لحد ما الكلاب هربت والبيبي طلع سليم، لكن مارجريت كانت حالتها وحشة. فهاينز ملقاش قدامه غير انه يطلب المساعدة من دكتور ريتل، ومع انه ما بيحبش يساعد حد الا انه وافق انه يساعدهم، وبالفعل انقذ مارجريت من الموت. ساعتها البارونة حست انهم هيبقوا اصحاب ويتفقوا عليها، وبدأ الصيف يدخل وابيار المية بدأت تقل والاكل والشرب خلص من عند البارونة وريتل، لكن اللي انقذهم مليونير امريكي اسمه ألين هانكوك اللي راح يشوف الناس اللي على الجزيرة لوحدهم دول عايشين ازاي، وكان واخد لهم معلبات ومية. وبعد ما اتعرف عليهم وعرف قصتهم اخد بعضه ومشي. فالبارونة استغلت الفرصة وبالليل اخدت الاكل كله هي ورجالتها، وتاني يوم ريتل راح عشان ياخد حصته من الاكل، لقى الصناديق كلها فاضية، فراح لهاينز وطلب منه يختار صف يا اما معاه يا اما مع البارونة. فاخدوا بعضهم وراحوا الخيمة بتاعتها، وكلمة من هنا على كلمة من هناك قامت عركة. فهاينز قتل اخر واحد من رجالتها، وريتل ادالها طلقة في دماغها فرتكها، واتفقوا ان محدش من الستات يعرف حاجة عن اللي حصل، ويقولوا انها لمت حاجتها هي ورجالتها وهربت من الجزيرة. بس هاينز اعترف لمراته على اللي حصل، فالتانية قالت له ان ريتل هينتهز الفرصة دي ويبعت رسالة للحاكم اللي في المدينة ويتهمك ان انت اللي قتلت البارونة ورجالتها، وساعتها مش هيكدبوا الدكتور المشهور ويصدقوك انت. في الوقت ده كان ريتل بدأ يتجنن ويضرب دوري ويتصرف تصرفات غريبة. فمارجريت بدأت تلعب في دماغ دوري وحكت لها عن اللي حصل واللي جوزها عايز يعمله، وقالت لها ان لو هاينز اتقبض عليه هي كمان هتمشي من الجزيرة، وساعتها ريتل هيستفرد بيكي وترجعي تاني تعيشي في السجن لوحدك معاه، ويعلم بقى هيعمل فيكي ايه. واتفقت معاها انها تحط له سم في الاكل بتاعه وتخلص منه. ولما رجالة الحاكم يوصلوا الجزيرة عشان يحققوا مع هاينز تقول ان ريتل جوزها هو اللي قتل البارونة وترجع معاهم المدينة، وبالفعل نفذوا الخطة وريتل مات. والشرطة لما وصلت الجزيرة عشان تحقق مع هاينز مارجريت ودوري سبقوا الخطة على الاخر واقنعوهم ان ريتل هو اللي عملها، ودوري رجعت تاني المدينة وعيلة هاينز عاشوا لوحدهم على الجزيرة، ومارجريت فضلت عايشة هناك لحد ما ماتت وهي عندها 96 سنة.
سنة، وأولادها عملوا فندق صغير في الجزيرة واستمروا في عيشتهم هناك. وكده تخلص حكايتنا. لو عجبك الملخص ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب. كل وسائلنا على السوشيال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو وفي أول كومنت.